اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. لو محتارة تعملي غدا ايه او عشاء ايه، تعالي بقى عندي وانا هقولك ما تحتاريش. وصفة 5 دقايق، بلاش فرهضة ووقفة كتير في المطبخ. اختصر الموضوع، وطبق من اطباق الرئيسية اللي هتحطيها في الغدا او في عشاء لو محتارة على الغدا او على العشاء. تعالي بقى هقولك هتعملي ايه. هتجيبي بصلة قمر مدورة كده ومتوسطة الحجم، وهبتدي اقطعها تقطيع مربعات. وبعد كده هحطها في معلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت. كده الكلام جميل. بدأت بقى ان انا اخد فصين من التوم واشوحهم مع البصلة. انا عايزة كل اللي انا حباه من التوم او اللي انا عاوزاه اخده من التوم ريحة التوم. اول ما ريحة الفصين التوم يطلعوا معايا واشمهم، خلاص دي اللي انا عايزاهم من التوم. فعشان كده ما كترش التوم في الوصفة دي، انا عايزة فصين 2 بس. وبعد كده هبتدي اشوحهم تشويحة حلوة في الزيت لحد معايا بس لما يتبلوا. وبعد كده هكون مجهزة معايا آه، الفلفل. حابة تحطي فلفل اخضر، اي فلفل الوان عندك حابة تحطيه، حابة تحطيه سبايسي او بارد النوع اللي انت حباه. حابة تشتريه خالص وتستغني عنه عن الوصفة، براحتك خالص. بدأت ان انا اقطعه واحطه. بعد كده كنت بشر 4 طماطمات. 4 طماطميات دول بشراهم ومستغنية عن القشرة بتاعتهم، انا مش عايزة القشرة بتاعتهم في الوصفة بتاعتي. بدأت ان انا انزل بيهم على الكلام الحلو ده بمعلقة من ال7 بهارات وربع معلقة ملح، مش اكتر من كده. الملح لاحظي ان التونة اللي هتعمليها في الوصفة دي هتبقى مملحة او فيها ملح، فوزن الامور علشان الطبق ما يبقاش مملح زيادة عن اللزوم. انا سبكت التسبيكة بتاعتي ووضبتها، بقى شكلها جميل ما شاء الله. التونة بتاعتي بدأت ان انا افتحها، تخلصت من الزيت اللي فيها. وبعد كده نزلتها في الوصفة بتاعتي القمر دي او التسبيكة بتاعتي القمر دي، وبعدين قلبتها. بس خلاص انا كده طبقي جاهز على التقديم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الوصفة كلها يعتبر ما خدتش مني، يعني يا دوباك هو وقت الفيديو اللي انا بسجله معاكم ده هو وقت الفيديو او وقت الكلام، بس كنت خلصت الطبق بتاعي. حد عندك بقى محتار مش بيحب اي حاجة او حابب التونة، هتعملي له الوصفة دي وانت واقفة، مش هتكمل 4 أو 5 دقايق من وقتك وانت واقفة. وبكده الطبق بتاعي هيكون خلص. هقدمه وبألف هنا يا رب على كل حد وله نصيب وأكل منه. ما شاء الله الطبق ده محتاج بقى عصرة ليمونة. وما شاء الله تبارك الله. على ده طبق كان جميل جدا. طبق مغذي مفيد. دخلت التونة بعيد عن سلطة التونة، قلت تغيير وقلت افكر لكم في افكار جديدة. واللي وصل لغاية هنا بقى ولسه ناسي يدخل في القناة ويبقى من ضمن عيلتي الكبيرة الجميلة المحببة، يعمل لي اشتراك ويبقى معايا في عيلتي الجميلة الكبيرة. بحبكم في الله. آه، واعملوا لي اشتراك علشان الفايدة تعم الجميع. ويوم عن يوم هنزل لكم وصفات اكتر.